السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم فاطمة عاوتاني غادي تقدم لكم طبق ديال الحوت اللي تبارك الله متميزة هي فيه بحال ديك المرة، ولكن هذه المرة بنوع آخر. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتقدم لكم فاطمه حوته اللي كتجي مشرمله. ديجا هي شرملاتها، هي هنا غادي نوريكم غير المقادير باش كتشرمل. عندنا هنا معلقه ديال البزر، معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال الخرقوم، معلقه الكمون، نص معلقه ديال الملحه، وعندي 2 معالق ديال التحميره. هنا عندي ضريسات ديال الثومه اللي غادي نحكوهم، كاين الربيع، وكاين عندنا 2 مطيشات محكوكين، الزيتون، 2 مطيشات مقطعين دوائر، 2 ديال الفلفلات مقطعين حتى هما دوائر، وتقريبا كاس الربع ديال الزيت. هادو غادي توريكم الطريقه ديال الشرموله اللي كدير فاطمه. والحوته بيان سور كتخوى من الداخل وكتشقق من الفوق باش منين كدير الشرموله كتدخلها شرموله مزيان. نبقاو مع الطريقه ديال التحضير. غادي تبدا الطريقه ديال التحضير. المطيشه هي الاولى، كنزيد عليهم 2 معالق كبار ديال الربيع هذه القزبر ومعدنوس، دريسات ديال الثومه، 5 ديال الدريسات صغار ديال الثومه، العطريه، صافي. غادي ندمج الخليط مع بعضياتو. كتزيد عليه كاس الربع ديال الزيت، هنا كتزيد تكمل الشرميله ديال الحوت. نفس الشرموله اللي ديجا مشرمله بها الحوته هي نفسها كتكمل بها من الفوق. هذه شرملاتها وبيتاتها ليله كامله كتشربات الشرموله الاولى، وعاد دارت نفس الشرموله وزادتها غير من الفوق. كنجيبوا المول اللي غادي يدخل الفرن، استفات فيه الفلفله هي الاولى، درت لهم مطيشه، والزيتون من الفوق. غادي دير شرموله هي الاولى، دونك غادي دير شرموله هذيك النيت اللي شرملات بها الحوت غادي ديرها من هكا فوق الخضر باش حتى الخضيره كطيب لذيذه. اخر حاجه هي السمكه، غادي تهزها الحوته وتحطها تما. غادي دابا الشرموله اللي بقات غادي تزيدي عليها كاس ديال الماء، غادي تخويها في الجناب.
يبقى الذوق بطبيعة الحال اختياري، اللي بغى يذوق الفلفلة او لا حامض. صافي هذا هو، هذه هي النهايه ديال هكا جات كيجي هكا الطبق مذوق. دابا كندخلوه الفران. فاطمه كتشعل عليها الفوق والتحت، كنشعلها لتحت دونك كتشعل عليها غير لتحت حتى كطيب، عاد كتهبطها عاوتاني باش يتحمر من الفوق. بقى غير الطبق النهائي ان شاء الله حتى نشوفوا. شغل هذه هي النتيجه النهائيه. الله يعطيك الصحه فاطمه، يخليك. منظر كتبان زوينه وريحتها عاطيه تبارك الله. شربه شرموله مزيان كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ندوزو للتذوق. يعطيك الصحة فاطمة، هادشي غزال ولذيذ. شكرا. فاطمة عندك شي كلمة؟ الصحة والراحة للجميع. دوري كنقول لصاحبتي فاطمة شكرا بزاف، الله يعطيك الصحة، وشكرا حيت فتحتي لنا بيتك وعطيتيني وقت من وقتك ووفرتي ليا وقت من وقتك باش انك وجدتي هذا الطبق الرائع تبارك الله. كيف ما وجدتي من قبل حوت واحد اخر ما شاء الله عليك، تبارك الله عندك واحد البنه ما شاء الله في يديك. شكرا بزاف، وهذا هو اللي غادي نقول. وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في القناه ديالنا كاملين ماشي ديالي بوحدي، وتخليو شي تعليق زوين. وشكرا.